السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده بفكره جديده بورق الفوم. هتبقى عباره عن مقلمه جميله قوي وكيوت. يلا بينا نشوف هنحتاج ايه مع بعض. هنحتاج سوسته واربع دوائر بيض وقلبين بني واربع دوائر صغننين اسود، ورق فوم اصفر وزيه بني، وطبق وقلم ومقص. هناخد مقاس السوسته، هيكون حوالي 4 سنتي ونص. هنقسم كذا ورقة بنفس العرض 4 سنتي ونص، والطول اختيار زي ما هو موجود متاح عندنا. بعد كده هنعمل 1 سنتي ونص من البداية و1 سنتي ونص بعديها، وناخد مقاس السوستة عشان نقص الفتحة بتاعتها. هنقص الورقة بتاعت الفوم، هي ورقة واحدة بس طبعا احنا هنقصها اللي هيبقى فيها السوستة. وهنبدأ ان احنا نلزق السوستة بتاعتنا بالسيليكون كلها. بعد كده هنجيب ورقة فوم اللي هي باللون البني ونحط الطبق وناخد مقاسه، ونرفع الطبق لفوق ونعمل نص دورية. وبعد كده هنوصلهم ببعض بميل بسيط جدا عشان يدينا شكل البومة. هنحط ورقتين فوم على بعض ونقصهم بالمقص. بقى معانا الشكلين دول. هنبدأ نجيب بقى أول حاجة السوستة وهنحطها من الجنب عشان نقدر نفتح براحتنا المقلمة ونقفلها. وهنوصل تاني الجزء اللي بعده لحد طبعا ما هنقفل البومة كلها. بس احنا هنيجي من عند الجزء اللي فوق دوت هنعمله بدوران، مش هنطلع مع رسمة الودان لحد فوق طبعا. بعد كده هنقص الزيادات عشان نقفل بقى الشكل، بس هنسيب حتة طالعة منها بسيط لبره حوالي نص سنتي، ونقص ورقة بالطول ونحطها عكس عكاز بالمنظر دوت عشان تكون مقبض لينا. نبدأ نمشي السيليكون على الجزء التاني بتاع البومة ونقفله كله زي الجزء اللي تحت. بعد كده هنجيب شريط ستان باللون الأصفر عشان نداري بيه الزيادات والديفوهات اللي في الجنب دي. هنلف بيه البومة كلها من الناحيتين. بعد كده هنجيب ورق فوم الأصفر ونعمل فيه دورية، طبعا الألوان زي ما احنا عايزين، أي لون انتوا عايزينه حطوه. وهنبدأ نلزق الدوريات دي في الجزء السفلي من البومة. بعد كده هنحط العيون ونحط المناخير اللي هي عبارة عن القلب اللي احنا عاملينه باللون البني، ونحط العينين السمر. هنعمل كده في الناحيتين. بعد كده هناخد مقاس الودن اللي طالعة دي عشان تبقى قوية شوية ما تبقاش طرية، وهنعمل لها دوران من تحت ونبدأ نلزقها في الاربع جهات بتوعنا عشان تبقى يعني عاملة سماكة ليها وانها ما تتناش معانا بسهولة. بعد كده هنحتاج ان احنا نعمل الاجنحة بتاعة البومة او ايديها يعني. هنرسم الشكل دوت على ورق فوم. هنقص من الشكل ده 4 اشكال، وكذلك في الاصفر بس هنصغر حجمها شوية عن الحجم بتاع البني، وهيبقى برضو على 4 ورقات عشان احنا محتاجين 4 اجنحة للبومة، 2 قدام و2 في الظهر. هنبدأ نلزق اول جناح ونحط عليه الجناح الاصفر فوقه عشان يدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده بقى شكلها من الاربع جهات. هنجيب ورقة فوم باللون النبيتي، بامبا، اي لون موجود عندنا نستعمله، اي لون مخالف، وهنرسم عليه فيونكة وهنقصها على طبقتين عشان احنا محتاجين فيونكتين. بعد كده هنقص مربعين صغيرين على قد المنتصف بتاع الفيونكة، هنلزقهم طبعا في النص. هنحط الفيونكة تحت الودان كده، وممكن نحطها تحت المناخير بتاعة البومة عادي في اي اتجاه يعجبنا. هنفتح السوستة ونحط الاقلام. بتاخد كمية اقلام رهيبة يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انتوا ممكن تحطوا كل اقلام البيت جواها، وقوية على فكرة وماسكة نفسها. وده كان الشكل النهائي، واتمنى انها تعجبكم. السلام عليكم.